مرحبا وهلا ومية هلا وعساكم بخير صحة وسلامة. اليوم ويانا وصفة الكيكة الريد فيلفت كلش طيبة، وأتمنى تجربوها. طعمها جدا جدا رائع ومميزة بنكهة الجبن. هو اللي راح يميزها هو الجبن اللي موجود بكثرة بيها. إن شاء الله تجربون الوصفة كلش طيبة وطعمها يعني رائع جدا، وأكيد راح تختلف عن طعم الكيك الاعتيادي. خلينا نروح ننتقل للمقادير. عندي بالبداية هنا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وعندي هنا نص كوب سكر، وأكيد كوب حليب سائل ويكون شبه شوية دافي، وهنا ملون طعام إذا حبيتوا تخلونه بهذه المرحلة بعد أحسن، لون أحمر، وشوية خل أبيض محسن للجودة مالت العجين مال الكيك، وملعقة طعام من الكاكاو. وهنا عندي تقريبا يعني ثلث كوب زيت. وهنا راح أخلي نكهة الفراولة آخر شي، راح نغلق ونخلطها، وإن شاء الله ورا ما تنخلط بصورة جيدة راح نرجع هنا نبدي نحط المواد الجافة عليها. درت المواد هنا وحسيت إنه اللون شوية فاتح، فأكيد تقدرون تضيفون لون بعد ملون طعام غذائي. هنا عندي كوب ونص طحين ويا ملعقة كوب بيكنج باودر. راح ننخلهم بصورة جيدة كل زين، وراح نخلطهم، ورشة الملح ما ننساها والبيكنج باودر بالمنخل نخليهم، ونكمل الطريقة بهذا الشكل ونخلطها إن شاء الله. هنا بهذه الأثناء تكونون أنتم محضرين الفرن على درجة حرارة 180 وفقط من الأسفل، وتخلون المشبك فقط بالوسط، والحرارة فقط تكون من جوا حتى يعني هي راح تشوي لكم الكيكة بصورة جيدة. أهم شي لا تستعجلون عليها، تاخذ تقريبا من 35 إلى 45 دقيقة، يعني حسب الفرن مالتكم الكهربائي. هنا أنا خلصت عندي الكمية وراح أبدي أصبها بالقالب. طبعا هنا راح تتفاجئون إنه أنا صبيتها بقالب دائري، لكن انطفت الكهرباء واضطريت إنه أسوي كيكة ثانية، لأن تعرفون الفرن من ينطفي على الكيكة راح تخرب، فسويت كيكة ثانية. وراح ابدي هسه هنا راح اسوي لكم الكريمه اللي اني اسويها، مو مثل الكريمه اللي يطلعوها بالقنوات اللي هي سكر وجبن وكذا، لا راح اختصر لكم الوضعية كلها. هنا عندي جبن كيري، واذا توفر عندكم من هذا الجبن البقرة السعيدة كلش طيب، راح ينطيني فالطعم كلش طيب وياها حسب المتوفر عندكم. اهم شي تكون الجبنة غير مملحة وطعمها يعني طيب. راح تقولوا لي الجبن البقرة السعيدة شوية بيملوحة، راح اقول لكم طعمه جدا جدا راقي بهذه الوصفة. هنا أنا خلطت المواد بصورة جيدة، وهنا أنا راح أبدي أضيف الحليب المكثف. طبعا هنا تبقى يمكم شقد يعجبكم نسبة الحلا تقدرون تضيفون. أنا ضفت هنا تقريبا نص علبة الحليب المكثف، عليه 8 قطع جبن، وحسب حجم الكيكة اللي عندكم 8 قطع مثلثات خليت، وعلبة جبن كيري أو باكيت جبن كيري أبو القطع الستة. صار عندي بهذا الشكل لأن بيه حبيبات فما ينخلط إلا بالخلاطة الكهربائية. هنا سويت كيكة ثانية قلت لكم، وراح أشيل الوجه كله وراح أستفاد من عنده، وراح أقول لكم إيش راح نسوي بيه. ناخذ الحافات الخشنة كلها نشيلها، وبهذا الشكل راح نخلي الجبن ورا ما بردته بالثلاجة. شوفوا شلون رجع القوام مالته تماسك وانطاني قوام الكريم. بهذه الأثناء راح أبدي يعني أزين بهذا الشكل مثل ما يعجبكم، حتى لو بالسكينة تخلونه كلش طبيعي، بس خليته بهذا الشكل فد منظر كلش حلو. وهاي تبقى يمكم طريقة التزيين. أهم شي تطون الوجه كله بكريمة الجبن، تعبون كل الفراغات اللي موجودة بيها. وهنا أنا البواقي مالت الكيك راح أبرشهم بالمحضرة مالت الطعام، وراح أقول لكم هسه ايش راح نسوي بيها. راح أجمعها كلها أخليها بكاسة، وهنا إن شاء الله راح نبدي نزين بيها الكيكة.
راح ابدي اخلي على الوجه ينطيني منظر كلش حلو وجمالية تجنن. وإن شاء الله الوصفة واضحة قدامكم، وتحياتي لكم من قناة هلوى قرنفل، وإن شاء الله أرجع وياكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. أتمنى إذا أول مرة تشاهد هذه القناة أو تشاهدين هذه القناة لايك ومتابعة وشير ويا الأهل والأصدقاء، وإن شاء الله تقدرون تستفادون من المقادير، وراح أذكر لكم إياها على الشاشة، يعني بالإفادة، يعني بالإعادة إفادة العفو، راح أذكر لكم كل المقادير، وإن شاء الله تقدرون تستفادون، وإن شاء الله تجربوها. وأتمنى لكم أوقات سعيدة، وشكرا للمتابعة ولللايكات، وتحياتي لكم مع ألف سلامة. وهنا أنا أكيد ما راح ننسى المبروش الكيك اللي نزلناه، وراح احتفظ بيه بكيس واخليه بالفريز او بالمجمدة. شو وقت ما يعجبني اقدر اسوي من عنده كاسات الكيك الريد فيلفت كلش طيب، وراح تستفادون هواي من عنده. تحياتي لكم.